مغارات سحرية، شطوط زمردية، بنايات عصفور، وسمك أزرق بضوي، وحارات من غير عصر. سلام من صفحة سافر مع بيرو. اليوم نحن بكولونيال وإماري. شوفوا لي المنظر ما أجمله. هلا بعد شوي رح نروح بالقارة بنتفرج على المناظر من البحر. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي المي، زحمة العالم، شي بياخذ عقل. أول شي رح نتمشى شوي بالمدينة القديمة هونيك، نتفرج على المدينة قديش حلوة. بس وصلت على آخر المدينة كلها براندات وهيك المنظر. قررنا نروح بقارب لحتى نشوف المدينة من جوات البحر، وقبل ما نروح عملنا جولة بالمدينة بالطرطيرة. وهون بلشت رحلتنا بالقارب، رح تشوفوا مناظر كتير حلوة. هون بلشنا نشوف المدينة من البحر، بنايات واقفة على صخور وقبال البحر وبس. هون كانت أول مغارة فتنا عليها، وهي مغارة الكاتدرائية، لأنه كاتدرائية المدينة كلها فوق المغارة. تخيلوا الجمال. والمغارة التانية هي عبارة بس عن أوتيل ومطعم، يعني مغارة كاملة فيها بس أوتيل ومطعم، وهيك المنظر من جوا. وشفنا مغارات صغيرة فيها شطوط كتير صغيرة مع مي لونها بجنن محلو. وبعدين شفنا واحدة من أقدم الكنائس اللي موجودة بس على جزيرة كتير صغيرة بنص البحر. وهون هذا الكهف مفتوح من فوق، ومسمينه كهف الساعة لأنه عن طريق الشمس بتعرف أي ساعة هون.
وهذا كان واحد من أجمل الكهوف بحياتي، كله ألوان ومي ولون داخل عقل. بعدين وقف القارئ بنص البحر وقالنا يلي حابب ينزل يسبح فينه يقدر ينزل يسبح هون، المي فيها سمك أزرق بيضوي. جنن. خلصت جولتنا بالقارب ورجعنا على المدينة وعلى الشط، وقديش حلو الواحد يرجع على الأرض بعد هيك جولة. وتفرجنا على المدينة وعلى برندات التانيين، المنظر بياخد عقل. وآخر شي كمان قررنا ننزل نسبح مع العالم تحت. وحتى وانت وطالع من المدينة في ممر يحسسك انك طالع من كتاب الخيال وراجع للواقع. إذا حبيتوا الفيديو دعموني بلايك وتعليق ونشر.